لو ما اديتش جسمك حاجة يعملها، جسمك هيسوحك انت وعقلك ويخليكوا تخشوا في دايرة مغلقة من العادات المدمرة للذات، ومن الحاجات اللي هتخليك تبقى متوتر وقلقان وزعلان وما عندكش ثقة في نفسك ومش عارف تاخد خطوة إيجابية في حياتك، بسبب ان انت ما بتديش لجسمك حاجة يعملها، ان هو يتحرك، ان هو يبذل مجهود، ان هو يخرج كل الطاقة اللي جواك دي، اللي هي لما انت بتسيبها وما ما بتخرجهاش، الطاقة دي بتاكلك من انسايد اوت، يعني تاكلك من داخلك لخارجك. آم، ودي حاجة خلقت ربنا، وكل العلم الحديث بيتكلم ان رقم واحد في المنتل هيلث او في الصحة العقلية والنفسية هي الاكسرسايز او الفيزيكال اكسرسايز او الحركة او التمرين او التدريب. واللي احنا معظم حياتنا قاعدين على الكنبة بنتفرج على التلفزيون وعمالين نشرب في بتاع الخارية الجديدة اللي كله عمال بيشربها دي، اللي يعني دي اساسا بتدمر الصحة اقل، وده اكيد مش حقيقي. بس احنا قاعدين بنشرب الحاجات المقرفه دي، او بندخن، او بنشرب قهوه، او بناكل اكل غير صحي، او قاعدين بناكل في جتتنا وفي صحتنا، وقاعدين بنتفرج على التلفزيون والافلام الرعب والاخبار، وقاعدين حياتنا كلها بتضيع قدام عينينا، واحنا سايبين جسمنا قاعد زي شوال البطاطس. ارجوكم يا جماعه اتمرنوا، علشان دي اكتر حاجه ممكن تخليكم عايشين عيشه سليمه وصباح الجمال، وربنا يوفقنا كلنا.